اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو جديد. هنعمل النهارده اكله حلوه قوي. خليكم بقى كملوا معايا الفيديو للاخر عشان تعرفوا هنعمل ايه. معايا حله حطيت فيها بصلتين كبار، وهنزل عليهم بحوالي كوبايه، يعني نص كوبايه، كوبايه الا ربع من الزيت. احمر البصل كده زي ما انتم شايفين، وهنزل عليه بمعلقه من الثوم. هفضل اقلب التوم لحد ما اشم ريحته. مش هدي للتوم لون، هو بس اشوحه كده في الزيت وبس كده. هنزل عليهم بقى بحوالي كيلو من الطماطم. انا عايزه البصله غامقه كده علشان الصلصه بتاعتي تبقى غامقه. حتى لو القوطه بتاعتك مش حمراء، لما تغمقي الصلصه اما تغمقي البصله الصلصه هتبقى حمراء. نزلت عليهم بمعلقه من السكر، معلقة صغيرة. هقلب بقى كده واغطيهم، اسيبهم لحد ما ينشفوا خالص، يبقوا بالمنظر ده. هيبقى الصلصة ما فيهاش ولا نقطة مية، وهلاقي الزيت نطر على الوش. بعد كده هجيب بقى الخضرة بتاعتي. اظن كده فهمتوا هنعمل ايه. معايا خضرة 4 حزم، حزمتين كزبرة، واحدة بقدونس، وواحدة شبت. غسلتهم الاول، يعني نضفتهم وغسلتهم وبعد كده قطعتها. عودي نفسك اغسلي الخضرة قبل ما تتقطع. جبت حلة كبيرة وحطيت في نصها، يعني نص الحلة مية، وحطيت فيها حوالي معلقتين كبار من الملح. ومعايا كرنباية قورتها كده من النص. لازم تكون سكينة طويلة. وهنزل بقى ايه اول ما المية تبدأ تسخن قوي كده قبل ما تخش في الغليان. هنزل فيها بالكرنبة. خلاص، واروح قلبها بقى على الناحية التانية كده. اول ما تبدأ الاقيها برضو يعني هتقوم تغلي، هقلب الكرنبة على الوش التاني علشان الورق معايا ما يتهريش. ده ورق مش مستحمل ان المية تغلي عليه. اول ما تبدأ المية تغلي كده زي ما انتم شايفين، هبدأ اسحب الورق اللي على الوش. خلي بالك من التفاصيل اللي انا بقولها ديت علشان الورق ما يتهريش منك. لو طلع الورق مش مستوي قوي، احسن لما يطلع مهري. خلاص، بطلعه مش مستوي قوي واحطه على بعضه، ومع البخار والسخونية هيكون استوى كمان شوية. الطبق معايا مفهوش مية. خلاص، هاخده بقى على الحنفية اشطفه. لازم ابرد الورق بتاعي عشان ما يتهريش. جبت بصلاية قطعتها، وقرن فلفل حامي او رومي زي ما تحبوا، حطيتهم على الخضرة بعد ما قطعتها. معايا كيلو من الرز هياخد كيلو من الطماطم. دي فراخ كنت متبلاها وشايلها في الكيس كده جاهزة. يا دوبك هغلي المية وهروح حاطة الفراخ زي ما هي، حتى لو هي متلجة حطها بتلجها في ميه مغليه هتبقى حلوه قوي. خلاص، شيلوا الفراخ متبله، هتسهل عليكم حاجات كتيره ويبقى طعمها احلى. اول ما الميه تغلي انزلي بالفراخ وسيبيها حوالي ساعه الا ربع تستوي. هنزل بقى بورق لورا وحوالي 3 4 فصوص من الحبهان. واول لما الفراخ تستوي هشيل الورق ده عشان ما يمررش الشرب. احط بقى الملح بتاعي واسيبها بقى ايه تستوي براحتها. اول ما تغلي اوطي النار. اقلب بقى الرز والخضره والبصل مع بعض، وهنزل عليهم بالصلصة بتاعتي. لو انتوا بقى اول مرة بتشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تختاروا الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. حطيت الصلصة. بصوا بقى لون الصلصة محمر ازاي عشان حمرت البصل. هنزل بقى، انا عندي اكياس من الصلصة. هحط حوالي كيسين كده من الصلصة، ولو انت عندك علبة حطي معلقتين كبار قوي من الصلصة. هنزل عليهم بقى بمكعبين من المرقة، وحوالي معلقة كبيرة من الصلصة من الفلفل الأسود، لأن أنا ما حطيتش أي بهارات على القوطة غير معلقة سكر بس. حط معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة كمون، ومعلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة من ال7 بهارات، وملح وبابريكا، ومكعبين من المرقة. بس كده، دي بقى ال7 بهارات. هقلب بقى وهنزل عليهم بحوالي ربع كوباية من الزيت، أو يعني كده حوالي 3 معالق من الزيت. اقلب بقى كله كده، لازم كله يتقلب كويس عشان الملح ما يركزش في حتة واحدة، ومن تحت لفوق كده علشان ما يبقاش فيه رز ابيض من تحت. هنقلب كويس جدا. معايا بتنجان اهوت مقوراه. عودي نفسك لما تجيبي محشي، هتجيبي مثلا في يوم وتجهزي حاجتك في يوم، عشان تاني يوم تبقي جاهزة، لان طبعا كلنا عارفين ان المحشي بياخد وقت كبير جدا في عمايله. بعد ما قورت البتنجان بقى وغسلته وحشيته، ادي الفراخ هي تستوت والشوربه بتاعتها. لازم تحطي الحله على قد العين، يعني معايا حله كبيره واحطها على عين كبيره. حله صغيره زي دي كده هحطها على عين متوسطه. وادي كمان الورق لفيته ورصيته كويس جدا.
مش هزنقه في بعضه علشان يستوي تبقى الشوربة تنزل براحتها. حطيت مكعب من المرقة على الوش، وادي طبق صيني كمان عشان الورق بتاعي ما يفكش. وخلي الشوربة بتاعتك عند يعني اول طبقة، لا الطبقة اللي تحتها، الصف اللي تحتيه. كده البتنجان استوى والكرنب استوى، وادي الفراخ استوت وحمرتها. الفراخ بتبقى حلوة جدا مع المحشي. ويا سلام بقى لو انت حمرتي وعملت شوية لسان عصفور